الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بحضراتكم في الملتقى. النهاردة بنسأل سؤال القيمة، وطبعا في ناس هتفهم ان انا بتكلم عن القيمة المضافة يعني ضريبة القيمة المضافة. ابدا، انا بتكلم على فكرة القيمة المضافة اللي بيضيفها اي انسان في حياته في كتابه، لانه في النهاية هذا الكتاب هو اللي هيحكم ليك او عليك. طيب الكلام ده بمنظور اخروي يبقى يوم القيامة والحساب، بمنظور دنيوي طب انت اضفت ايه؟ النهاردة السؤال ده ممكن نطرحه على كل ملفات حياتنا، في مجال التجارة، في مجال الصناعة، في مجال التعليم، في مجال الثقافة. ايه القيمة المضافة؟ وانا بدور على قيم هذا المجتمع، مين اللي بيضيف ومين اللي بيخصم؟ سؤال صعب مش كده؟ لانه محدش تخيل ان انا وانا بتكلم عن القيمة ممكن يكون في ناس بتخصم من الرصيد. طبعا، والخصم ده بيؤدي لخسائر فادحة في الحساب، وبرضه مش الحساب الاخروي بس، كمان حساب الدنيا. ايه اللي انا بتكلم عليه النهاردة وايه اللي انا بدور عليه مع حضراتكم في الملتقى؟ ايه هي القيمة المضافة الحقيقية في مجتمعاتنا النهاردة؟ تابعونا في هذا الحوار. رائد ناصر محمود، واكيد عارف ان انا اللي جاي استلم. وجبة درامية دسمة تناولها المشاهد العربي طوال أيام الشهر الكريم، فما بين أكشن وكوميدي وتراجيدي. تنافست القنوات الفضائية بنجوم مسلسلاتها وبالتقنية العالية في التصوير والإخراج. ولعل أبرز ظواهر دراما هذا العام كانت قلة عدد المسلسلات مقارنة بالعام الماضي، ما دفع بعض النقاد إلى توقع تغيير في خريطة الإنتاج العام المقبل. مسلسل فوق مستوى الشبهات بطولة النجمة يسرى. تدور قصة المسلسل حول شخصية امرأة تدعى رحمة، وهي مريضة نفسيا تظهر بوجه طيب طوال الوقت، ولكنها تقوم بإلحاق الأذى بكل من حولها. شهدت دراما هذا العام عدة مفاجآت، من بينها ظهور متميز ليسرى في أدوار الشر للمرة الأولى من خلال مسلسل فوق مستوى الشبهات. كما لوحظ إعطاء مسلسل مأمون وشركاه للفنان عادل إمام مساحات كبيرة للأدوار المرافقة. أما محمد رمضان فأصبح بمثابة الظاهرة لما له من تأثير على شباب الطبقات الشعبية سواء في الشكل أو السلوك. والله اما المنطقة تنسى اللي بحط عليك تجبروني ارجع افكرهم تاني. مسلسل الأسطورة بطولة النجم محمد رمضان. تدور أحوال المسلسل حول شاب خريج كلية الحقوق محمد رمضان يسكن في منطقة السبتية، يسعى للانضمام إلى السلك القضائي، ولكن نظرا لسمعة شقيقه السيئة الذي يعمل تاجرا للسلاح يتم رفضه، ويتورط بعدها رمضان في الإجرام الذي يمارسه شقيقه، خاصة بعد دخول أخيه في صراعات مع تاجر سلاح كبير، فيقوم هذا التاجر بقتله وتلفيق قضية تجارة السلاح له، ليدخل رمضان السجن على إثر هذه القضية. قد خلت مسلسلات هذا العام إلى حد كبير من الأعمال الاجتماعية التي كانت سمة الدراما المصرية في وقت من الأوقات. كما انتشرت ظاهرة العنف اللفظي والجسدي هذا العام كالأعوام الأخيرة السابقة. مسلسل مأمون وشركائه بطولة النجم عادل إمام. تدور أحداث المسلسل حول مأمون، الرجل البخيل للغاية والذي لديه 4 أبناء يحرمهم من كل شيء هم وزوجته، حتى ينفصلوا جميعا عنه، وبعدها يكتشفون أنه ملياردير ويبدأون رحلة البحث عن مكان أمواله المخفية، فتتصاعد الأحداث في إطار كوميدي اجتماعي ساخر. على مدى السنوات الأخيرة استطاعت الدراما المصرية أن تجتذب فناني ومخرجي السينما وأيضا جمهورها، وقد بدأت بالفعل التعاقدات مع كبار النجوم لمسلسلات العام المقبل. اهلا بحضراتكم مره ثانيه. برحب بحضراتكم وارحب بضيفي الكريمين الدكتور نبيل الصملوطي عميد كليه الدراسات الانسانيه الاسبق وضيفنا الكريم في الملتقى. اهلا وسهلا وشرفتنا. الله يبارك فيك. ارحب ايضا بضيفي الكريم الاستاذ الدكتور عبد الفتاح العواري عميد كليه اصول الدين. شرفتنا في الملتقى دكتور ومرحبا بكم. اهلا. السؤال اللي انا طرحته في المقدمه بيتكلم عن القيمه المضافه، بعيدا على فكره الضريبه، بعيدا عن فكره ان ايه ضريبه القيمه المضافه بديله عن ضريبه المبيعات. لا، ده مش قصتي النهارده.
لكن أنا عايز أفهم المفهوم نفسه، مفهوم إن الإنسان في مسلكه في مجتمعه دائما هو ابن رافدين. الرافد الأول هو الجينات الوراثية من الأب والأم، والرافد الثاني هو البيئة شكلته كيفما تشاء هي لا كما يشاء هو. فخرجت يا إما إنسان صالح ومواطن صالح، يا إما إنسان طالح أو مجرم أو شخصية سيكوباتية معقدة فاسدة ومفسدة. النهاردة وأنا بقول أنا بشتكي من الناس في الشارع مسلكهم وحش قوي، وحضرتك رايح الكتاب، وحضرتك رايح الجامعة، وحضرتك رايح المدرسة، وحضرتك رايح الشغل. في كائنات كده، أنا آسف والله أنا بستخدم هذه الألفاظ، تحس إنه يعني كأن حظه من التربية يقارب الصفر، أو يعني حتى نزل تحت كمان. فتقعد بعض الناس تشتم في المخلوقات دي، أعوذ بالله الإنسان ده فاسد، دي كذا دي كذا، وعليهم يستنزلوا عليهم اللعنات. هي الفكرة مش إن أنا ألعن مجتمعي، لكن الفكرة إن أنا أبحث وأدور مع حضراتكم النهاردة مين اللي صنع دول كده، وإيه اللي صنعهم كده. هل يا ترى التعليم بس هو المسؤول؟ هل الخطاب الديني اللي احنا بنتكلم عنه دايما هو المسؤول؟ هل الخطاب الثقافي وما فقدته مصر وعدة دول من قوى ناعمة يوم ما كنا بننتج دراما محترمة هادفة بتزرع القيم والأخلاق، تعلي من قيم الفضيلة، تعلي من العرف الاجتماعي، تنصر الخير على الشر، وأصبحنا ننتج مجرمين وقوادين وعاهرات وفلسفات؟ لأنه أحيانا قد تكون الأفكار العارية أكثر خطورة من الأجساد العارية. حينما أصل برسالة إلى المشاهد أنك لن تستطيع أن تحيا في هذا المجتمع في هذا الزمان إلا إذا كنت بلطجي، إلا إذا أخذت حقك بإيدك، إلا إذا ركبت فوق القانون وخرقت القانون. دي مسؤولية مين يا دكتور؟ دكتور نبيل اتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ابتداء علاء بيه نعرف ما هي القيم. ايه هي القيم؟ عشان الناس تفهمها يعني. القيم ليست سلوك. في هناك عادات سلوكيات اليومية التي توفر الوقت والجهد. يعني بصبح الصبح ما بفكرش هعمل ايه، انما على طول بتوضى واصلي الفجر، وبعدين بعد كده بتناول طعام الافطار، وبعدين بعد كده اذا كنت بقرا وانزل لشغلي، دي اسمها العادات الكاستمز. وبعد كده التقاليد التي تاتيني من الماضي، هي سلوكيات تاتيني من الماضي، يعني لها صله بالماضي، زي مثلا العزاء والافراح ولبس البتاع اللي بنلبسه واحنا بندي الدكتوراه والماجستير، الارواب دي يعني بعض اعراف اجتماعيه وموروثات، دي سلوكيات. القيم علاء بيه ليست سلوكيات، انما القيم هي موجه للسلوك، ما يوجه سلوكك. يعني انا ما بشوفش الامانه، ما بشوفش العفه، ما بشوفش الطهاره، انما الرسول عليه الصلاه والسلام يقول اذا رايتم الرجل يعتاد المساجد فاشهدوا له بالايمان. الايمان هو القيمه، الايمان هو القيمه. طبعا عندي مشكله في فهم هذا الحديث، عشان بس انا ركزوا معايا، بقول مشكله في فهمه، ما بقولش مشكله مع الحديث نفسه، عشان في ناس قاعده كده تتصيد الكلمات ما شاء الله. لما احط هذا الحديث او متنه مع ما روي عن سيدنا عمر بن الخطاب ان هو اصلح بعض ضوابط الشهاده عند الناس، لما واحد بيشهد لواحد انه انسان صالح، انه كذا انه كذا، انه يصلح لمهمه قد تكون استخلاف على ولايه او يعني مأموريه من المأموريات، فسيدنا عمر بيتأكد ان الراجل اللي بيشهد ده شهادته مبنيه على ايه. فقال له يعني لعلك جاره، فانت الدار في الدار وعارف بقى يعني مداخله واسراره. لا يا امير المؤمنين. لعلك صاحبته في السفر، في السفر يعرف الصديق والإنسان يعني بالمعاملات والسلوكيات. لا يا أمير المؤمنين. لعلك تاجرت معه بالدرهم والدينار، يعرف الرجل. لا يا أمير المؤمنين. قال لعلك رأيته يذهب ويغدو ويروح إلى المسجد. قال نعم يا أمير المؤمنين. قال قم يا رجل فإنك لا تعرف الرجل. حط الرواية دي مع كلام النبي صلى الله عليه وسلم وحل لي الإشكالية لو سمحت. القضية أنا هنا حضرتك يعني عندما يتولى موقع معين، عندما واحد يسألني يعني ده هيبقى زوج لبنتي، لما يعني يوضع في عمل محدد، لا دي قضية تانية.
انما الرجل الذي يعتاد المساجد، وخاصه عندما يصلي البردين، يصلي العصر ويصلي الفجر، الذي يشهد يعني يذهب الى المساجد، ذهابه الى المساجد نفسه هو سلوك. يعني كأنه حضرتك بتقول ان ده مؤشر تطبيقي عن الايمان، مؤشر ان هو بيقول انا امنت بالله، وبالتالي من ضمن المطلوبات مني ان انا اكون من عمار المساجد. أيوة. وهذا قد فعلت. لكن يعني مسألة الحكم عليه في موقع، الحكم عليه كزوج، الحكم عليك في رسالة يؤدي رسالة معينة، لا، كلام عمر الاثنين صح والاثنين مش متعارضين، الاثنين متكاملين. عشان انا سالت لانه لاول وهله قد يبدو ان في يعني قصه عكس روايه. يبدو صح. احسنت. طيب احسنت. عايز اركز شويه على الخطاب الديني اللي دايما متهم دائما وابدا عند الناس. كل الناس بتتكلم لما تيجي تقول مثلا الاخلاقيات مش كويسه، الامانه يعني، وعلى فكره الامانه احاديث كثيره حذر فيها المصطفى صلى الله عليه وسلم من ضياع الامانه، يعني دي من بعض اشراط الساعه، فكره ضياع الامانه. لغايه النهارده يعني زمان كان ده شيء طبيعي انك تلاقي حد شخصيه امينه، طبيعي انسان يعني متربي وعلى خلقه من بيت طيب. النهارده لما بتلاقي حد موظف وواضح انه رزقه يعني قدر عليه وفقير او محتاج، ولقى حاجه في قطر او في وسيله مواصلات او في المطار وراح سلمها وقد يكون فيها مبلغ كبير جدا، الناس بتتعجب كانها يعني من اعجوبات ومن اعاجيب نهايه الزمان. الى هذه الدرجه الامانه بقت شيء مستغرب في ظل اتهامات للخطاب الديني ان هو اللي شكل الناس كده، او قد يكون هو السبب المسؤول عن ان هم نفروا من الدين، فنفروا ايضا من كل السلوكيات والاخلاقيات التي حث عليها الدين. طبعا الخطاب الديني لو راعاه الكافه وامتثلوا اوامر الله واوامر الرسل التي تخاطبهم وتناديهم باعلاء منظومه القيم، ما وجدنا هذا الخلل. اما وان الناس قد تفلتوا وقد تهاونوا وقد أصيبوا بالتبلد الفكري إزاء التكاليف الشرعية، افعل ولا تفعل، إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، لا إيمان لمن لا أمانة له ولا دين لمن لا عهد له. كل هذا يركز عليه الخطاب الديني في الشرائع الإلهية، الشرائع السماوية. تقصد حضرتك أن الموضوع ده لا يعني ينصب فقط على الشريعة الإسلامية، ولكن الشرائع كله، الشرائع السماوية كلها. يعني الوصايا العشر الموجودة مثلا، أصول الأخلاق أخي الكريم، اليهود لما انفلتوا عنها لم يعودوا يمثلوا الشريعة اليهودية والتمسك بالتعاليم الإلهية. العالم الغربي الذي يدين معظمه بالديانة المسيحية، الدين محبة، الإله محبة، الرب محبة، على الناس السلام وبالناس المسرة، كل هذا الكلام الذي بشر به السيد المسيح عليه السلام شعارات جميلة جدا لا يمكن أي فطرة سوية أن تلفظها، ولكن عند التطبيق العالم الغربي يرفعها شعارا ولواء ويطبق غيرها وينشر فساد في الأرض. أيضا عالمنا الإسلامي كيف نستنقذه من هذا المصير؟ إنقاذ العالم الإسلامي، بل أقول إنقاذ البشرية كلها، أن تعود وتنتظم في سلك الخطابات الإلهية والشرائع السماوية، فتستمع إلى المواعظ والنصائح التي تقدم بألطف أسلوب وأعظم وسيلة، تقدم بما يجذب الناس إليها لا بما ينفرهم. هذا هو الأصل. فمتى استجاب الناس للواعظين والداعين إلى الله على بصيرة انصلح حال المأمورة. المعمورة كلها ينصلح حالها، والأرض التي كانت أن يهلك فيها الحرث والنسل بسبب الحروب والدمار لعدم وجود القيم والضوابط الأخلاقية التي دعت إليها الشرائع السماوية، أقول ستعود البشرية سيرتها الأولى من النقاء، من الحب، من الصفاء، من الود، من التقارب، من التآلف. أما وأن الناس يتفلتون عن قيود الشرائع ويبتعدون عن نصائح الرسل، فتلك هي الكارثة الكبرى. هل تعتقد أن واحدة من مشكلات الخطاب الديني مسألة فقه الأولويات جنب نقط تانية كتير؟ إن أنا النهاردة وأنا بكلم الناس، البعض بيتحدث أولا بطريقة كلاسيكية قديمة قد تكون رتيبة منفرة، وقد يختار موضوعات بعيدة عن الواقع،
وقد يختار ادوات لا تصل للمتلقي. اذا كنا احنا النهارده بنعيب على شبابنا، النهارده اللي شعره ابيض زي حالاتنا كده يقول لك يا سلام ده احنا لحقنا الزمن الجميل، لحقنا القيم، الاساتذه الاساطير والاساطين اللي علمونا يعني ايه دين، وعلمونا يعني ايه ثقافه، يعني ايه ادب، ويعني ايه اعلام، صاحب رساله مش صاحب محفظه. طب النهارده الولد الصغير والبنت الصغيره اللي بينفر من الشكل الكلاسيكي، هو متهم ولا ضحيه يا دكتور؟ يعني اللي حاسس ان هو يجي رمضان الناس تكلمه بس على الصيام، الناس هتحج، يلا ان شاء الله الحج تعمل كذا وتلبس كذا وتلف كام لفه، تعمل ايه وتروح هنا وتعمل ايه وتقص امتى. الكلام ده هل يناسب شباب النهارده، شباب العالم الجديد، شباب الانترنت، السوشيال ميديا؟ هل دي طريقه نوصل لهم بيها؟ وهل دي مواضيع نكلمهم بيها؟ أستاذنا الدكتور نبيل، جمعتنا لجنة عليا في وضع محاور لتدريب السادة الوعاظ والأئمة والعلماء في مجمع البحوث. صحيح. فكان مما اقترحناه وطرحناه: ابتعدوا عن النمطية، دربوا الأئمة والدعاة على فقه الواقع. صحيح. على المدربين لهؤلاء الفئة المقصودة من التدريب أن ينزلوا آيات الشرع ومواعظ الذكر والأحكام والأحاديث النبوية على مصالح الناس. صح. وقضايا الناس، لا أن يجعلوا الدرس والموعظة وخطبة الجمعة وخطبة العيدين مرتبطة بحدث بعينه. إن الإسلام صالح لكل زمان ومكان، ومعنى صلوحه لكل زمان ومكان أن يعالج أدواء الناس وأن يرى مصالح الناس، وكيف يكون الحكم الشرعي متوائما مع الواقع. ومن هنا تأتي القاعدة الشرعية، يعني متى كانت المصلحة فسمى شرع الله، فشريعة الله نزلت لمقتضيات مصالح البشر. مقاصد الشريعة في جميعها تعنى بالمحافظة على النفس، المحافظة على العرض، المحافظة على العقل، المحافظة على النسب، المحافظة على الدين، المحافظة على المال. فإن لم تؤتي الدعوة الإسلامية ثمارها في معالجة قضايا الواقع والمجتمع فهي بعيدة تماما عن فقه الواقع، والناس إذن يكونون معذورين متى ابتعدوا الرويد والهوين عن الإسلام أو عن الشريعة أو عن الأحكام، لأنهم لا يرون أئمة ودعاة يعرضون عليهم فكرا يمس قضاياهم، يعالج أحوالهم، يشفي جراحهم، إلى غير ذلك مما يجب أن يكون وأن يراعى عند خطاباتنا الدينية للمجتمع الذي نعيش فيه، لأنه مجتمع انفتح على العالم وأصبح العالم كله كقرية صغيرة. هذا الانفتاح أضاف أم خصم دكتور نبيل، خصوصا وأنا أستدعي إلى يعني النقاش ما حدث في بعض البلاد الأوروبية مؤخرا، اللي احنا اطلقنا عليه أزمة البوركيني ولد غدين. يعني الناس قاعدة تتريق على مواقع التواصل الاجتماعي وقال لك اللي عايز يعيش في الدول الأوروبية يعيش سلو بلدهم كده. وناس تانية استعجبت وقالت سبحان الله، وكأن يعني القصة القرآنية الشهيرة الخاصة بقوم لوط كأنها مش هتقول بتتكرر، يعاد إحيائها بشكل مقزز. انه الناس اللي قلعه، انا اسف يعني في اللفظ، كل ملابسها الا من بعض الفتل والخيوط التي تكشف السوءات والعورات اكثر ما تستر، ده الشيء الطبيعي، هي دي الاعراف المجتمعيه. اما اذا ارادت انسانه انها تستمتع بالشمس او بمياه البحر ولكن دون ان تفرط في جسدها ودون ان تعريه امام الاعين، فهذا شيء يعني يعتبر شاذ في هذا المجتمع ويعتبر مستهجن ويجب قتاله. ورأينا، مش عارف مين تابع هذا الكلام، رأينا بعض الصور وبعض الفيديوهات شرطي يجبر إنسانة مسلمة مرتدية لهذا الزي وساترة لجسدها أن تخلع هذا الكلام لأنه غير مسموح به، يتعارض مع قيمنا. السؤال، القيم الغربية دي أولا في بنسبة كام في المية تقدير حضرتك من شبابنا وبناتنا منبهرين بيها وشايفين ان هي دي الحداثة والنموذج والمثل الذي يجب ان يحتذى ونصل به الى التقدم بهذا الطريق؟ كم في المية؟ شوف حضرتك، يعني قضية منع الحجاب، منع النقاب، منع كذا، فرض زي معين في الغرب،
ده يتناقض مع الفكر الليبرالي الغربي نفسه. الفكر الليبرالية الغربية يعني ايه؟ يعني التحررية، يعني كل واحد حر فيما يلبس، فيما يأكل، فيما يقول، فيما يعمل، الحرية. يعني فكرة الفرض دي والوصاية على الآخرين دي تتناقض مع فلسفة الفكر الغربي نفسه اللي هي الليبرالية الغربية. القضية اللي كنا بنتكلم فيها دلوقتي قضية الخطاب الديني، أنا الحقيقة يعني أريد أن أتحدث فيها لمدة دقيقتين. أنا حضرت 3 مؤتمرات دولية حول الخطاب الديني. الخطاب الديني مش مفهوم. إيه هو الخطاب الديني؟ يعني بيعزوا دايما الخطاب الديني، الأزهر هو المسؤول الوحيد عن الخطاب الديني. لا، أنا بقول لا، مش الأزهر المسؤول الوحيد عن الخطاب الديني. لا، مين قال الكلام ده؟ الأم مسؤولة عن الخطاب الديني. حدودة قبل النوم اللي بتقولها لابنها خطاب ديني، بدل ما تقول لها أبو رجل مسلوخة، وبدل ما تقول لها الراجل الأخضر، وبدل ما تقول لها أوضة الفيران، حجرة الفيران. ما تعلمها يا أخي سير الصحابة، ما تعلمها يا أخي سير الصالحين. اذا كانت هي عارفاها يا دكتور. ما هو دي قضية ان احنا المفروض بقى نربي الأمهات. دي نمرة 1. ما هو في امهات تانية بعد اذن حضرتك، في امهات تانية بتبقى الولد رايح المدرسه مطوتك في جيبك، سندوتشاتك معاك، اللي يقول لك مش غششني مش عارف يعمل فيه ايه. دي بقى معلش انا مش بقول نكته سخيفه والله، انا بسال اليس هذا احد محددات القيم في مجتمعاتنا الان وهي تخصم ولا تضيف؟ لا، بس الخطاب الديني اكبر بكثير من هذا. الخطاب الديني حضرتك التربيه الدينيه في المدرسه خطاب ديني، الانشطه الدينيه في المدرسه خطاب ديني، ودول مش موجودين. التربيه الدينيه في المدرسه النهارده مساله هامشيه لا تدخل في المجموع، ما حدش بيذاكر الدين، ما حدش بيدرس الدين، ما فيش انشطه دينيه في المدارس، ودي اخطر حاجه، ودي اخطر امور. انت حضرتك من ابتدائي 6 سنين، اعدادي 3، ثانوي 3، 12 سنه انت بعيد عن الدين، ما بتفهمش الدين. وحضرتك بتقول دلوقتي ان نسبه الاميه الدينيه والاميه الفكريه والاميه الهجائيه لدى الامهات في مصر 60%، 40% على مستوى مصر كلها، انما بالنسبه للنساء 60%. طيب امال هو يعرف الدين منين؟ احنا بنتكلم عن القيم وبنتكلم عن انهيار القيم. يبقى الاساس المدرسه. طب التربيه الدينيه في المدرسه، الكتب التربيه الدينيه هل جيده ولا مش جيده؟ محتاجه الى اعاده نظر. نمره 2، هل هناك مدرسين للتربيه الدينيه ولا لا في المدرسه؟ ما فيش مدرسين للتربيه الدينيه، ما فيش متخصصين. مدرس اللغه العربيه هو اللي بيدرسها، ومنهج اللغه العربيه مليان بالحشو، فبياخد حصص التربيه الدينيه يدرسها عربي، فما بياخدش دين. فالولد يعرف منين الدين؟ يعرف منين العدل؟ يعرف منين الحق؟ يعرف منين حقوق الانسان؟ يعرف منين التسامح؟ يعرف منين العداله؟ يعرف منين الوسطيه؟ يعرف منين العقيده الصحيحه؟ ما هو ما بياخدهاش على مدى 12 سنه. تعال عندنا في الجامعه بقى، ما لم يكن في عندنا في الازهر في كليه شرعيه او في اصول كليه اقسام اللغه العربيه الشرعية. او كليات شرعيه او كليات مثلا يعني بعض الكليات اللي بتدرس ما بيعرفش حاجه خالص. واحنا طالبنا اكثر من مره ان تكون هناك ثقافه اسلاميه في كل الكليات. والثقافه الاسلاميه علاء بيه بيطالب بها المسيحيين قبل المسلمين. يعني مكرم عبيد باشا يقول انا مسيحي الديانه مسلم الثقافه. لان ليه؟ ومارجريتا الموجوده حاليا في مجلس هم بيطالبوا بالثقافه الاسلاميه. ليه؟ لان الثقافه الاسلاميه حضرتك بتؤمنك على حقوقك الدينيه وحقوقك الشرعيه وحقوقك في الجواز والطلاق طبقا لشريعتك كامله، وتديك الحقوق دون تمييز بين البشر. فالخطاب الديني بيدخل في الاعلام حضرتك عن الكرتون الاطفال. انا بتصور ان كرتون الاطفال ده خطاب ديني. كرتون الاطفال ده اللي بيجي بيقول لك فرافيرو والراجل الاخضر والراجل اللي بينط من جبل لجبل والاطفال تقلده دون. طب يا اخي ما تعمل كرتون الاطفال ده من اخطر ما يمكن. انا عندي احفادي بقى، احفادي لما كانوا صغيرين، لان احفادي دلوقتي كبار ما شاء الله. احفادي لما كانوا صغيرين كانوا بيجلسوا ب3 وال4 وال5 وال6 ساعات امام الكرتون. وتعال شوف النهارده الاطفال، الكرتون ده هل بيديهم قيم؟ هو الكرتون مش مجرد كرتون. المسلسلات يا علاء بيه، الاصل في المسلسل ايه والاصل في الفيلم ايه؟ انه في الاخر ايوه بيسليك اخراج ممتاز، انما في الاخر بيديك منظومه قيميه معينه. تعالى النهارده بيديك ايه؟ اللي بيشرب مخدرات ومبسوط وبتاع، وبالتالي في الاخر خالص بيتمسك بيقعد 1.5 ساعة يشرب ومبسوط وكذا، وفي الاخر بيتمسك 1.5 ساعة دي بتشجع الناس اكثر على المخدرات وعلى الدعاره وعلى
الاجرام وعلى البلطجه وعلى يا فندم ده في واحد قاعد اظن في مسلسل لقطه ساعه ونص بس لوحده بيموت، بيتضرب عليه خزنتين مدفع رشاش ولسه ما ماتش يعني. فاذا الخطاب الديني محتاج الى امور كثيره جدا. طيب حضرتك اتكلمت عن فكره المنظومه، طب هل احنا لدينا في التعليم منظومه؟ هل لدينا في منظومه القيم الدينيه منظومه؟ هل لدينا منظومه نستطيع كمجتمع التحكم فيها في موضوع الثقافه والمسلسلات والكرتون والافلام ال 3 دي جرافيكس؟ يعني هقول مثل عجيب قوي، مش واحنا صغيرين كنا بنتفرج على توم وجيري ودي صنيعه يعني هوليوود؟ طيب ايه رايكم ان ده معكوس القيمه هو اللي بيروج له؟ يعني القط والفار، الرسم بتاع الشخصيتين كالاتي: القط اللي هو الحيوان الاليف النظيف اللي بتربيه في بيتك هو اللي طالع اهبل وعبيط وغبي، والفار اللي هو هذا الحيوان يعني النجس اللي يعني ينشر الامراض ولا طاعون ولا وممكن يعني يقرض الاطفال الصغيرين، وانت مطلعه شخصيه دمها خفيف وابن حنت كده زي ما بيقولوا وذكي ولماح، وهو دايما اللي بينتصر على القط. انت بس اهو رحت عاكس القيمه عند الطفل الصغير، محدش خد باله من الحته دي ابدا. النهارده لما بتطلع جيمز كلها بقى 3 دي جرافيكس عن طريق الفيديو جيمز، انتوا عارفين حضراتكم انه بقى المبرمجين بره يحطوا حاجات للناس اللي بتحب بقى العنف وحاجات القتال ومش عارف جيمز اسمها كذا وكذا وكذا، مش عايز اروج لها. من ضمن شطارتك ان انت وانت سايق طياره او انك تعرف تنشن على مسجد وتهدم مسجد، او ان انت تموت عرب ومسلمين في حته ايه، او تهدم بعض الدول العربيه والاسلاميه من ضمن يعني ايه حرب عالميه جديده ثالثه. الكلام ده لما احنا سيبنا للاخرين هم اللي يبدعوا فيه ولم نمتلك ادواته، هل احنا كده احنا المسؤولين واحنا اللي نشرنا الثقافه السلبيه وانتجنا منتج بشري غير سوي؟ وسعادتك لسنا نحن الذين انتجنا، نحن الذين تخلينا. نحن الذين قلدنا تقليدا من غير وعي. صحيح. وذهبنا الى الغير بدل ان ناخذ الحكمه والنفع والخير، لانه في جوانب خيريه تقدموا فيها، لا ننكر هذا طبعا. لا، تركنا هذا واخذنا منهم جانب الشر تماما وبدون تفكير، لا في مستقبلنا ولا مستقبل اولادنا ولا قيمنا ولا اخلاقياتنا ولا حب اوطاننا الى غير ذلك. وتركنا ما هو مراد ومقصود الشارع، الحكمة ضالة المؤمن أن وجدها فهو أحق بها. فعند غيرنا من الخير ومن العلم النافع ما عنده، لماذا لا نستفيد به؟ لماذا يممنا وجهتنا نحو ما يهدم القيم والأخلاق ويميع الهوية والشخصية ويجعل يعني نوعا من الانفصام بين الذات وبين الواقع الذي يعيش فيه الإنسان، وبعدها نندب حظنا التعس ولا تساعة مندم. هل يا دكتور كتير من الناس في مجتمعاتنا ما عندهمش احساس ان احنا في معركة حقيقية، وان من ضمن اسلحتك ان انت مش بس تجهز نفسك بالسلاح العسكري، انت لازم تجهز نفسك بالسلاح اللي يصنع سلاح بشري، اللي هو نوعية المواطن والمقاتل اللي بيصد العولمة والغزو الثقافي والوقوع ضحية براثن التفكير الإجرامي والإرهابي وفكرة تكفير المجتمعات والخروج عنها، وفكرة ان انا انبهر بالثقافة الغربية فانسلخ شيئا فشيئا من ثقافتي وهويتي وابقى عرضة ان انا ابيع نفسي رخيص لاي حد يرد عليا ثمن. ليه الناس مش واخده بالها انها ده معركة، دي معركة، ان احنا في معركة ثقافية، في معركة تعليمية، في معركة تكنولوجية احنا ما بنخوضهاش اساسا، فاحنا عشان كده خسرانين من اولها. نعم. الحقيقة السؤال ده نوجهه لكل مسؤول في وزارة وكل قائم على جهة معنية بجانب من جوانب المجتمع. الغرب مثلا حينما ولى إلى الشرق لم ينتفع بالسلبيات ولم يأخذ السلبيات، بل نظر إلى أصحاب الفكر السوي الذين قدموا للبشرية النافع فأخذوه وطوروه، الرياضيات، الأحياء، الكيمياء، الفيزياء، الفلك، الجيولوجيا، علم الاجتماع، علم النفس، كل هذا أساسه العرب.
صحيح. أخذوه بتمامه وعكفوا عليه وأعملوا عقولهم وأنشأوا منه مدارس وجامعات وأقسام علمية. نحن حينما يمنم وجهتنا إلى الغرب لا، كأن أمرا مقصودا للقضاء كما قلت سعادتك على بناء عقول وسلاح قوي اللي هو العقول البشرية التي تبدع، التي تنتج، التي تحمي المجتمع، التي تحافظ على الهوية، التي تحمي الصغور، التي تعمر المصانع، التي تبني الجسور والمستشفيات والمدارس. أهملنا هذا الجانب لنخلق نوعية مشوهة عندها نصبح في ذيل الركب. مصداقا لكلام حضرتك كده، تذكروا حضراتكم الحملة الفرنسية على مصر وهي جاية معاها سلاح وبس، ولا جاية معاها سفن علماء وباحثين؟ خدت بالك؟ هو مش جاي بس يسرق الوطن، مش جاي بس ياخد الثروات اللي موجودة، هو جاي كمان ياخد الكنوز العلمية والتاريخية وما هو مخفي من اكتشافات أصحابها أهملوها، فجم هم اكتشفوها وخدوها ونقلوها. كارثة والله. دكتور نبيل، لقد قام برنامج الملتقى بتعيينك لحظيا لمدة دقيقتين وزيرا للمالية، وهسأل حضرتك هذا السؤال: لو أنا طلبت من حضرتك عايزين كذا مليون جنيه في موازنة الدولة لكي نعيد للدولة المصرية ذراعها القوية في القوى الناعمة في الثقافة في إنتاج الدراما الهادفة، وقلت لك أنه قد تكون في الحال التي نعيش فيها الآن شبهة إهدار مال عام، عندما يكون عندي قطاع كامل اسمه قطاع الإنتاج موجود في اتحاد الإذاعة والتلفزيون، قلعة الدولة الإعلامية الحقيقية إن أحسن تجهيزها ودعمها. الموظفين دول موظفين حكومة، فلازم حضرتك كوزير المالية تبعت لي الفلوس والمرتبات عشان أقبضهم. لو أنا سألت حضرتك طب يا سيادة الوزير ليه بعت لي الفلوس دي وما بعتليش فلوس عشان أنتج بيها بدل الأسطورة وحبيشة والألماني وإبراهيم الأبيض والفنكوش والحاجات اللطيفة دي؟ هتقول لي إيه يا فندم؟ والله أقول أن يعني لابد من تخصيص مبالغ مالية محددة لبناء العقول ولبناء القلوب ولبناء الدين ولبناء القيم في المجتمع. وهذه والدراما والأغاني والمسلسلات والكرتون هو أحد المداخل المهمة جدا في مش في تشكيل القيم، في صناعة القيم وفي إبداع القيم. واحنا عندنا مش هنبدع القيم، احنا عندنا القيم الإسلامية موجودة. فلا بد لابد اولا، انا لو وزير مالية هقول نصف هؤلاء الموظفين يروحوا اي مكان. طب هي غلطة الموظف ولا غلطة اللي ما شغلوش؟ لا يعني لكن لابد من تحديد من الذي يصوغ الدراما. موافق جدا. المؤلفين، عندنا يا سيدي عندنا هذا القطاع كان ينتج افضل دراما في الشرق الاوسط. عندنا شركه مملوكه بالكامل لاتحاد الاذاعه والتلفزيون وهي صوت القاهره للصوتيات والمرئيات، وكانت تنتج اعمال كثيره جدا. لدينا منظومه اسمها مدينه الانتاج الاعلامي، البعض يقول انها اصبحت الان مدينه التاجير الاعلامي، يا دوبك بتاجر استوديوهات فاضيه لبعض القنوات يخرجوا منها. اين الانتاج الاعلامي الحقيقي الذي انفق على بنيته التحتيه والاساسيه؟ استوديوهات واقمار صناعيه وكابلات فايبر اوبتكس، الياف ضوئيه تربط الاستوديوهات بالمدينه والاقمار لكي تكون هذه القلعه هي هوليوود الشرق. فعلتها الهند عندما صنعت قلعه يعني هنديه سينمائيه اسمها بوليوود على غرار هوليوود، لانها تعلم تماما قيمه تشكيل الوعي والثقافه وتاثير الدراما في ذلك مع عده ادوات اخرى. فلماذا اهملناها نحن يا سياده الوزير لسه سيادتك على كرسي الوزارة؟ الإعلام يا علاء بيه، الإعلام من أخطر القضايا في الخطاب الديني. الإعلام النهاردة زي ما قلنا الإعلام بيدخل في حاجات كثيرة جدا، مش بس نشرة الأخبار، إنما الفيلم إعلام، التمثيلية إعلام، المسلسل إعلام، الكرتون إعلام، البرامج التوك شو اللي بيتعمل دي والخناقات اللي بتيجي دي كلها، ما هذه قيم. أنت بتعلم الناس ازاي تتخانق وازاي تتصارع مع بعضها البعض وازاي لا تقبل وفيش التسامح. انت بتعلم الكلام ده من خلال التوك شو اللي موجود النهارده. فالحقيقه انا اهتم جدا ببرامج الاعلام، ولا بد ان يكون في ميثاق اخلاقي.
احنا فين الميثاق الاخلاقي؟ فين الميثاق الديني؟ فين الميثاق؟ بلاش يا سيدي نسميه ميثاق ديني، نسميه الميثاق الوطني. احنا النهارده عندنا كل الامور اللي احنا حتى بندرسها للطلبه للاسف الشديد بندرس في الجامعه غلط. بندرس في الجامعه غلط. ازاي؟ هتقول لي ازاي؟ بقول لهم والله ان منشئ الدوله الدستوريه انجلترا، لا اللي منشئها الرسول عليه الصلاه والسلام. منشئ الدوله التعاقديه انجلترا، العقد الاجتماعي بتاع جان جاك روسو وتوماس هوبز وجون لوك، دي عقود وهميه. الرسول عمل اول عقد اجتماعي اسس به دوله اللي هو بيعه العقبه الاولى وبيعه العقبه الثانيه. بناء المؤسسات، بنقول دوله مؤسسات. هي اوروبا هي اللي احنا اللي عملتها واحنا عاوزين ناخدها من اوروبا. لا ما حصلش. اول ما ذهب الرسول وبنى الدوله عمل المؤسسات، عمل مسجد قباء، ومسجد قباء كان مؤسسه اقتصاديه، مؤسسه عسكريه، مؤسسه سياسيه، مؤسسه تربويه، مؤسسه دين الى اخره. اخلاقيات التعامل في المعارك والحروب يا دكتور. أيوة. والتعامل مع الاسرى. سبقت معاهده جنيف للاسرى، شوف بكم سنه وكم قرن. بنتكلم معاليك عن سياده القانون. مش احنا بنقول للدوله الحديثه سياده القانون؟ وعلى الصغير والكبير. وقال لك لو ان فاطمه بنت محمد سرقت لقطع محمد اليد. الرسول عليه الصلاه والسلام لو ان فاطمه بنت محمد سرقت لقطع. شوف دي سياده قانون. وحاشاها ان تحدث هذا. النبي بيقول الكلام ده على اساس انه بيبين مفيش تمييز، لا يوجد تمييز. وفكره المواطنه. فانا عاوز الاعلام، والاعلام ده لازم اصرف عليه مصاريف ضخمه جدا، بس لازم يكون كمان القائمين عليه مستنيرين وفاهمين وواعيين ووطنيين. يعني اذا حضرتك تنادي ايضا ان معايير اختيار المسؤولين والقيادات في مجتمعاتنا العربيه والاسلاميه وليس فقط في مصر يجب ان تخضع لاعاده معايره طبعا واعاده ضبط. والا الثقافه تروح، والا لو هي الثقافيه تفقد. ما هو ده اللي احنا شايفين نتيجته النهارده في الشوارع. طيب الدكتور عبد الفتاح، نضع وزيرا للتعليم في هذا الحوار واقول له ايه ما اول ملف هطلبه من حضرتك تقدمه للبرلمان وتقدمه للجمهور المصري في احتياج المنظومه التعليميه للملف ده؟ رقم واحد ايه؟ اول ملف اعنى به لو توليت حقيبه وزاره التربيه والتعليم هو العناية بضبط هذا المصطلح المفهوم، التربية والتعليم. وأسأل أهل التشريع كيف ننمي جانب التربية عند أبنائنا حتى إذا أقبلنا على تعليمهم كان الاستعداد الخلقي المنضبط بضوابط التربية والقيم مؤهلا لأن يعطي ثماره في العلم الذي يحمله. فالعلم إن لم تكتنفه شمائل تعليه كان مطية الإخفاق. لا تحسبن العلم ينفع وحده ما لم يتوج ربه بخلاقه. لو منحنا الدكتوراه، لو منحنا الأستاذية، وصاحب الدكتوراه والأستاذية فاقد للتربية، فاقد للأخلاق، فاقد للقيم، إننا نكون قد دفعنا إلى المجتمع غثاء لا قيمة له. جميل. هحكي لحضرتك عن صورة وقول لي حضرتك شايف الغلط فين. الصورة بتقول واحدة ست طيبة بتحط السندوتشات في شنطة الولد وهو رايح الامتحان. روح يا ابني ربنا يكرمك كده بمراقب أو مراقبة بنت حلال تغششكوا عشان تنجحوا وتجيبوا نمر كويسة، يقعد لها في عيالها يا رب. الصورة الجميلة دي احكي لي بقى عنها، من أين جاء الخطأ؟ هذه الصورة نشأت ووجدت وطفحت على السطح بسبب غياب قيمة التربية، بسبب غياب وخز الضمير، بسبب غياب الضمير ذاته. لأن الإسلام علمنا أن من يساعد إنسانا في غش أو تزوير أو تدليس فقد أجرم في حق الوطن، وأجرم في حق الدين، وأجرم في حق الشعب. فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور. ليس قول الزور شهادة تقال في المحكمة فحسب. أنا حينما أساعد إنسانا على تزوير الامتحان وأغششه الإجابة الصحيحة وهو فاقد لها،
أكون قد منحته شهادة زور تهدم بنيان المجتمع ولا تبنيه. في ملحوظة يا دكتور، المراقب اللي عمل كده وهو يظن انه كده بيعمل خير للمجتمع، هو اول واحد ممكن يتكوي بنار الولد اللي غششه ده. عارف امتى؟ نعم. لما الولد الغشاش ده يكبر ويبقى دكتور غشاش ويبقى منعدم الكفاءة، والراجل المراقب اللي غششه ده في يوم من الايام ابنه الصغير يكبر وهو رايح الجامعة، هو راخر عربية تخبطه ويجري بيه على المستشفى، فيكشف عليه الراجل الدكتور اللي كان طفل نعم. غششه وطلع دكتور غشاش فيقتله. صحيح. كويس قوي. صحيح. لو انا بتكلم على المنظومة اللي خلت الناس تبص للغش على اساس انه حق مكتسب ويعملوا مظاهرات، انتوا مش سامحين لنا ليه ان احنا نغش وبتسهلوا في اللجنة الفلانية اصلها فيها ولاد ناس اكابر وكلام فاضي بيتقال كده. طيب اصلح المنظومة دي ازاي؟ لانه زي ما حضرتك قلت انا عندي تربية وعندي تعليم، ولا ده موجود ولا ده موجود. دكتور نبيل، اعمل ايه عشان اصلح افكار سادت بسبب غياب فكرة الدولة؟ فاكر رئيس الجمهورية لما قال احنا عايشين في شبه دولة؟ الكلام ده لسه تأثيراته موجودة على فكرة. يعني الكلام الجميل اللي قاله الدكتور عبد الفتاح ما هوش موجود في الواقع، لكن عارف ايه اللي موجود في الواقع؟ ها؟ الجنيه غلب الكارنيه سعادتك. ابرز تنجز، طلع اللحلوح، كل شيء يبقى ايه مطروح. وخد بقى من ده فكرة ان المصري ده الفهلاوي ابن الحنت اللي بيجيب التايهة اللي يعرف يسلك نفسه. اعرف واحد من معارفي بيشتغل في تجارة السيارات، فكل شوية الاحظ كده لما الناس تيجي تتكلم وبتاع ان الحلفانات كتيرة قوي والايمانات كتيرة قوي. بقول له ايه حكاية الحلفان والايمان اللي عمال على بطال ده ليه كده يعني؟ قال لي ده اسلوب تمشية الشغل. انا كل يوم الصبحية وانا نازل خارج رايح على الاجانس بتاعي حاطط مصحف كبير كده جنب الباب، حط المصحف كده ايد على المصحف كده ويا رب سامحني كده ان شاء الله على كل يمين هحلفه في المعرض بتاعي ما اقصدوش. يا سلام. شوف ما عليك فيه يعني بلدنا مصر فيها جوانب في غاية الإبداع وغاية الامتياز ومشروعات عملاقة، لكن بتعاني من أمية دينية، بتعاني من مؤسسة الأسرة. وأنا قلت الكلام ده في أكثر من البرامج التلفزيونية في الفضائية المصرية وغيرها وزعلوا مني. قلت أن كثير جدا من الأسر المصرية استقالت من وظيفتها التربوية، وأن التربية والتعليم استقالت من زمان من وظيفتها التربوية اللي قال عليها أستاذنا دكتور عبد الفتاح بيه. كويس؟ وأخشى أن أقول أنها أيضا استقالت من وظيفتها التعليمية. أنا عندي معلش أنا أقول إحنا النقد البناء مهم جدا. أنا عندي أحفادي في الثانوية العامة خدوا الثانوية العامة ما راحوش المدرسة غير لما كتبوا الاستمارة بتاعت الثانوية العامة تانية وتالتة، اللي كان تانية وتالتة ودلوقتي تالتة، وحتى تانية وأولى النهارده ما بيروحوش. شبه كويس؟ الدولة. كويس؟ مباني ما بيروحوش وتخت وصبورات. طيب ومدرسين بيروحوا وحضور وانصراف وحوافز ونوافذ ومعرفش ايه وابصر ايه. شبه الدولة. شبه الكيان. وما قال عليه أستاذنا التزوير بكل السنة على مدى 6 7 8 أشهر بيقال إنهم حضروا. ما هم بيكتب كده حضور، مش في حضور وانصراف ونسبة غياب. ونسبة غياب الطالب بيوصل حضروا كويس. والله ما راح إلا عند كتابة الاستمارة. احنا عندنا الحقيقة قضية الأمية الدينية قضية يعني شائكة جدا. وبعدين أنا عاوز أقول لحضرتك وأنت أستاذ إدارة، ربنا يبارك في حضرتك، كل الأمور هي أصلها الإدارة. من إدارة الدولة إلى إدارة الأسرة إلى إدارة مدرسة ابتدائية. قضية الإدارة بتعني التخطيط، بتعني التمويل، بتعني رسم البرامج، بتعني المتابعة، بتعني التقويم، بتعني الثواب، بتعني العقاب. الإدارة لها مفهوم كبير جدا. من ضمن مفاهيم الإدارة يا دكتور نبيل الإدارة بالجودة الشاملة. أيوة. إيه اللي محتاج من أولويات حياتنا؟ أول ملف يضبط القيم المجتمعية المصرية بل والعربية والإسلامية. هذه المجتمعات رافعة شعار الفضيلة والأوصاف التي تطلق عليهم دائما من أكثر شعوب وأكثر مجتمعات تدينا، بينما القيم التي نحيا بها ونعيش بها إلا من رحم ربي غير كده على الإطلاق. أمرين أساسيين لابد من وجودهم حتى تستقيم الأمور. الأمر الأول طويل المدى والأمر الثاني فوري. طويل المدى التعليم لابد أن يبدأ حضرتك من مش الابتدائي، آسف، من الرياض للأطفال.
من رياض الاطفال. اولا نهتم بالاسره، والاسره عندنا مطحونه، الام بتشتغل مطحونه في الخارج وفي الداخل، والاب مطحون في الاخر، كل بيشتغل يعني عملين وثلاثه واربعه، وتقريبا ما بيشوفش الاولاد بالليل، فالاسره مطحونه. نهتم جدا بالدراسه بقى، من رياض الاطفال، اعداد المعلم، المناهج، وتكون في رقابه شديده وحاسمه وجازمه، يبقى التعليم طويل المدى من ابتدائي لغايه الجامعه، مع جودة المعايير، المناهج واعداد المدرس والاداره المدرسيه والكتب والمعامل والمكتبات والبعد يا فندم عن المنهج التلقيني، والبعد عن المنهج، طرق التدريس، طرق التدريس مع التواصل مع المعلومات. ده المساله الاولى. اسمح لي، المساله الثانيه بقى التطبيق الحاسم للقانون، يعني المخطئ والمثيب. حضرتك لابد من تطبيق حاسم للقانون، دي مش عسكريه، دي مش عسكريه، لا ده تطبيق للقانون. يعني المسيء النهارده حضرتك يحصل النهارده الاساءه، بكره يتحاكم، اسبوع ياخد عقابه، ينفذ العقاب فورا، لان طول فتره التقاضي ظلم، وطول فتره التقاضي بيساعد المدرسين والبلطجيه بيجرئ الناس على مزيد. فلا بد اذا التطبيق القانون تطبيق، ولا بد ان يكون في ثواب وعقاب. حضرتك ده في كل الملفات على فكره، مش في موضوع القيم او التربيه او التعليم، لا، في كل الملفات، في كل الملفات. دكتور عبد الفتاح، برقيه اخيره نضبط بها مفهوم ومعايير القيمه المضافه الايجابيه الحقيقيه التي يتعلمها الطفل الصغير والطفله الصغيره اللي هم رجل الغد وسيده الغد. تنشئة الأطفال منذ نعومة أصفارهم على كل ما هو جميل: حب الجار، الصدق، الأمانة، احترام الكبير، احترام المعلم، احترام الأم، احترام الأب، العمل على النهوض به فكريا، حيث أربطه بكتاب الله وسنة رسول الله وحب آل بيت سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. عندها يستقيم حال الأسرة. جزاكم الله كل خير. مش عارف، وانا يعني بختم هذا الحوار، انا حسيت ان احنا قلنا كل اللي في نفسنا، وقلنا كل احلامنا، وقلنا انه واحنا بننتقد ما بنصدرش جرعة احباط، واحنا بنتابع، وده جزء من شغلنا، تعليقات الناس على السوشيال ميديا ومواقع التواصل الاجتماعي. ببقى يعني حزين وانا بشوف ناس كتير بتسخر من بعض الكلام او بعض المحاولات الاصلاح، او من وصف رئيس الدولة للحال المصري انه شبه الدولة. على فكرة يلي محملين رئيس الدولة انه مسؤولية عن شبه الدولة، طب ما تعالوا كده نسأل نفسنا هذا السؤال الصريح: هل احنا كشعب، كمواطنين، كمسؤولين، كل واحد في مكانه وموقعه وحقيبته، هل احنا بنقوم بدورنا؟ هل كل واحد فينا متميز في عمله؟ هل كل واحد فينا بيراعي ضميره؟ هل كل واحد فينا عنده معايير الجودة الشاملة، ولا عنده بيته شكله بيت لكن هو مخوخ من الداخل بعلاقتك السيئة مع مراتك، وعلاقتك السيئة مع أولادك، وعلاقتك السيئة مع جيرانك، وعلاقتك السيئة مع زملائك في الشغل، وعلاقتك السيئة مع الناس في الشارع وفي المرور؟ مش هو ده اللي مخلي الوضع شبه دولة؟ ولا أنا راجل غلطان؟ بتدوروا على القيمة المضافة. قبل ما تتكلموا عن الضريبة، تعالوا نتكلموا عن الضريبة الحقيقية النابعة من النفوس، إن أدفع وقتي ودمي وعرقي وجهدي وكل حياتي عشان أصلح السلبيات اللي احنا عايشين فيها. ساعتها مش هنبقى شبه دولة، ولا هنبقى شبه منظومة، هنبقى منظومة منضبطة تضبط القيم اللي حضراتكم بتتباكوا عليها وكانت موجودة في أجيال سابقة، ما كانتش يعني اختراع نزل امبارح من السماء. أرجو أن كلامي ما يبقاش تقيل على ناس كتير، وهو في النهاية من أجل الإصلاح وليس من أجل التباكي على اللبن المسكوب. ما زلنا في الملتقى نبحث دائما على القيمة الإيجابية والقيمة المضافة لخير هذا المجتمع. يا رب يعيننا. أشوفكم بألف خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.